حتى المدربين يعني كعماني او كاجنبي قصدي؟ اجنبي. كاجنبي انا اعتقد من افضل المدربين اللي مروا علي كالديرون. لاعب امن بموهبتي، مدرب قصدي امن بموهبتي، مدرب اصر اني اكون موجود في نادي الاتحاد. ونادي الاتحاد يعني يمكن في ذيك الفتره ما كان يستقطب اللاعبين الخليجيين، فكانت نقله نوعيه بالنسبه لاحمد حديد. الناس اكثر عرفت احمد حديد، الشارع الرياضي السعودي عرف احمد حديد. ايضا يعني حظيت بفرصه كبيره يعني من خلال كالديرون، واعتقد يستاهل انه يكون بالنسبه لي من افضل المدربين اللي مروا علي. طبعا ما انكر المدربين الكثار ما شاء الله، لوروا وكثير من المدربين اللي يعني قدموا الشيء الكثير لاحمد حديد. المنتخب العماني الأول اليوم أبلى بلاء حسنا بتصفيات كأس العالم وترك انطباعا جيدا عند البعض، لكن أحمد حديد لديه رأيه في الفريق. أعتقد المنتخب الأول قدم مستوى طيب في تصفيات كأس العالم، وصل لمرحلة غريبة جدا من التأهل، ولكن فرق الإمكانيات. احنا نرجع ونقول الدعم، المعسكرات، الاهتمام. عشان تصعد كأس العالم لازم تقدم شيء كثير. احنا اليوم مش معقولة ان احنا نروح معسكرين نلعب فيه مباريات على مستوى نوعا ما ضعيف ونطالب اللاعبين انهم يصعدون كأس العالم. المرحلة اللي لعب فيها المنتخب كان جاي من توقف اللي هي فترة كورونا. رغم ذا الشيء المنتخب قدم مستويات كبيرة جدا، شارك في البطولة العربية ولعب أمام منتخبات عربية قوية جدا، ساعد اللعيبة في التطور في اكتساب الثقة. شاهدنا المنتخب يظهر بصورة مثالية جدا، فاحنا متأملين إن شاء الله إن المباريات القوية هذه تستمر، الاحتكاك يستمر، الدعم أيضا يستمر، وإن شاء الله راح نشوف منتخب قوي قادر إنه يوصل لنهائيات كأس العالم بعد الاهتمام في المراحل السنية إن شاء الله. أما الدوري العماني للمحترفين لكرة القدم فكان لأحمد حديد رأي فيه. الدوري العماني حاليا أعتقد يمر بمرحلة ركود، ما جالسين نشوف أي تطور، ما جالسين نشوف مواهب صغيرة بالشكل اللي احنا نتمناه كرياضيين. احنا دائما نقول عمان بناء للمواهب، ولاد للمواهب، ولكن المواهب تحتاج للاهتمام، تحتاج للدعم، تحتاج للتحفيز، تحتاج للتنشئة. للأسف اليوم احنا ما احنا جالسين نشوف العمل الفني، العمل الإداري، خصوصا في المراحل السنية. فالأمانة هذا الشيء أعتقد نوعا ما محزن، ولكن احنا إن شاء الله متأمنين وواثقين إن شاء الله أن المسؤولين في الرياضة العمانية راح يطوروا إن شاء الله من الرياضة العمانية، وراح يقدموا لنا الأفضل والأفضل واللي يرضي إن شاء الله الشارع الرياضي العماني. أحمد حديد اليوم يبلغ من العمر 38 عاما، وسبق له أن لعب لأندية الطليعة وفنجة وصور في عمان والشمال والجيش في قطر، وبينهما نادي الاتحاد في المملكة العربية السعودية. لاعبة الجمباز التركية